السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ شات جي بي تي كان اسرع ابلكيشن نموا بمليون مستخدم في اول 5 ايام بس، لحد ما جه اللي زي ما العرش ده ب 30 مليون مستخدم في اول يوم و70 مليون مستخدم في اول يومين بس. وهو ابلكيشن ثريدز اللي اطلقه مارك زكربيرج صاحب شركه ميتا، واللي كان واخده كوبي بيست بمواصفاته باساميها من ابلكيشن تويتر بتاع ايلون ماسك صاحب شركه تسلا، واللي كان بدأ يطلع تصريحات غريبة مؤخرا بان توثيق الصفحات او البروفايلز يعني على تويتر هتبقى بفلوس، وهيبقى فيه اشتراكات شهرية بتدفع علشان تقدر تشوف 600 تويتة تقريبا شهريا. ولو مش دافع الاشتراك ده هتشوف لحد 300 تويتة بس، ده لو الاكونت بتاعك قديم، ولو الاكونت بتاعك جديد هتشوف تقريبا لحد 150 تويتة بس. فطبعا المستخدمين بتوع تويتر الموضوع ده ضايقهم جدا، دخل مارك زكربيرج واستغل فرصة زي دي مش هتتعوض، جاله على طبق من ذهب، وقام راح نسخ كل حاجه وحطها في ابلكيشن ثريدز وطلعه للناس، واللي استخدم الداتابيز بتاعت انستجرام عشان يغذي بيها ثريدز. يعني انت علشان تخش ثريدز لازم اصلا يكون عندك انستجرام لانك هتسجل عن طريقه، فده ادى قوه كبيره جدا لثريدز في بداياته علشان يقدر ياخد دفعه قويه جدا عشان ينطلق بيها. بس مقابل ده طبعا هو منتهك سياسات وخصوصيات الناس بدرجه كبيره جدا، عشان هو بياخد بيانات انت مسجل بيها في ابلكيشن معين وبيدخلها في ابلكيشن تاني. بس ده كده كده مش جديد على مارك زكربيرج اللي عنده تاريخ طويل جدا من انتهاك سياسات وخصوصيه المستخدمين، زي مثلا كامبريدج اناليتيكا اللي كان بيستخدم بيانات المستخدمين على فيسبوك علشان يوجههم لاتجاهات سياسيه معينه زي انتخابات ترامب مثلا، او انه يستخدم بيانات المستخدمين عشان يوجههم لسلوكيات معينه خصوصا اقتصاديه عشان يزودوا صرفهم لبراندات معينه مثلا. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. فده مش غريب على مارك زكربيرج اللي كان دافع تقريبا 725 مليون دولار غرامات علشان التوجيه السياسي للمواطنين الامريكان في القضيه بتاعت كامبريدج اناليتيكا، ودفع مليار و200 مليون دولار علشان انتهاك خصوصيه المستخدمين في الاتحاد الاوروبي. وده اللي خلاه عامه بالمناسبه يخاف ان هو يطلق ابلكيشن ثريدز في الاتحاد الاوروبي عشان ما عادش ناقص غرامات اكتر من كده. فالدول الاوروبيه مش بتهزر لو حد انتهك سياسات وخصوصيه المواطنين بتوعها، بس في دول كتيره جدا الموضوع مش بقى فارق معاها وعادي، علشان كده هو نزل في دول كتير جدا او يعني غالبيه دول العالم. فانت يا سيدي بعد ده كله تنزله ولا ما تنزلوش؟ بص يا سيدي، انت لو منزل اصلا فيسبوك ونزل انستجرام وسناب شات وتويتر وابلكيشن السوشيال ميديا دي كلها، فانا احب اقول لك انت كده مخترق وعارفين عنك كل حاجه، من اول انت بتقف كام ثانيه على كل بوست تتفرج عليه، اي تسجيل اعجاب انت بتعمله، الصفحات اللي بتعملها لايك، الاصدقاء اللي عندك، سلوكياتك عامه على الابلكيشنز دي، فهم عارفين عنك كل حاجه لدرجه ان في معلومات شخصيه او نفسيه عنك ممكن تكون والدتك نفسها ما تعرفهاش. فانت لو نزلهم ورغم ان انا قلت لك ده كله الموضوع مش فارق معاك، فنزله، ما جاتش يعني خلاص، يعني ما جاتش عليه. انما لو الموضوع فارق معاك فعلا وانت مش عايز يبقى فيه اي تاثيرات خارجيه تاثر على سلوكياتك او اتجاهاتك او انتماءاتك، ف ولا تنزله ولا تنزل غيره. لو هم اصلا مش مؤثرين معاك ومش بيحتاجهم، مش مؤثرين مثلا معاك في شغلك، امسح الابلكيشنز دي كلها وما تخليش حد يبقى مؤثر عليك. في دراسات كتير جدا اتعملت بتوضح تاثير ابلكيشنز السوشيال ميديا على علاقاتك وعلى قدراتك العقليه وعلى كفاءتك في الشغل. فانت لو خايف على نفسك وشايف ان الحاجات دي هتبقى فعلا مؤثره عليك بطريقه سلبيه ومش مدياك الجانب الايجابي الكافي، امسح الابلكيشنز دي كلها. طيب لو انت الموضوع عندك عادي وخلاص يا اسطى ما فرقتش معاكش على الابلكيشن ده والموضوع تمام، فروح هات كوبايه الشاي بتاعتك علشان تروق وتعالى لي هشرحه لك بالتفصيل. بص يا سيدي، هتخش على البلاي ستور او الابل ستور يعني على حسب يعني معاك موبايل ايه او فئتك في الهرم المجتمعي ايه دلوقتي، وهتبدا تكتب ثريدز وتنزل ابلكيشن وتفتحه. ده طبعا بعد ما لازم يكون عندك ايه، حساب على الانستجرام. جميل. هتلاقي هنا ان هو اصلا جايب لك على طول الاكونت بتاعك على الانستجرام عشان تعمل ساين ان من خلاله. فانا هدوس هنا على الاكونت بتاعي عشان اعمل عليه ساين ان، وبعد كده جايب لي لو انا هكتب البايو بتاعي او احط اي لينكات زي الانستجرام بالظبط، او ممكن يقول لي ممكن اجيبهم هم من الانستجرام، فانا اكيد هجيبهم من الانستجرام، مش هكتب حاجات منفصله يعني، هعمل استيراد من الانستجرام. تمام زي الفل. بعد كده اضغط على زرار متابعه، وبعد كده بيقول لك انت عايز الاكونت بتاعك يبقى بابليك ولا برايفت، فبرضه زي الانستجرام لو انت عايز الاكونت بتاعك يبقى خاص فهتعمله ملف شخصي، لو انت عايزه عام او بابليك يعني فهتعمله عام. تمام. بعد كده انت طالع زرار متابعه، هيجيب لك بعد كده كل الاكونتات اللي انت كنت متابعهم على الانستجرام علشان تتابعهم هنا على ثريدز. ممكن تتابعهم واحد واحد بانك مثلا تضغط على زرار المتابعه اللي في الجنب، او لو انت عايز تتابعهم كلهم مره واحده فتضغط على زرار متابعه الكل. الطلب ده هيروح لهم لو هم اصلا منزلين ثريدز، فالطلب هيوصل لهم وممكن ساعتها يوافقوا او ما يوافقوش يعني حسب هم رغبتهم بقى.
لو مش منزلينه فاوريدي مش هيقبلوا غير لما يبداوا ينزلوا الابلكيشن. تمام. لو انت مش عايز اصلا تتابع حد دلوقتي، فهتلاقي السهم اللي فوق على الشمال ده او على اليمين حسب انت انجلش ولا عربي، واضغط عليه عشان يدخلك على الخطوه اللي بعد كده. وبعد كده هيقولك هنا شويه زي يعني البيانات بتاعتك اللي هتتاخد يعني. لو انت موافق عليها فتمام، هتضغط على انضمام الى ثريدز. جميل. دخلت اهو. بص يعني دي كلها ناس كانت اصلا يعني، بص انا ما عملتش حاجه، هما متابعات شغاله الحمد لله، رزق يعني من ربنا يعني. تمام يعني خلصوا متابعات اهم. آه بداية يعني هخش اوريكم الحاجات بالتفصيل دلوقتي. اول حاجة دي الصورة الواجهة اللي بتظهر قدامك اول ما تفتح الابليكيشن. دي بتبقى اكونتات كده يعني هو بيقترحها عليك لو انت عايز تعملها فولو مثلا. فمثلا الوكيل ده يعني الراجل ده كويس وانا بحبه، فمثلا انا عايز اعمل له فولو. فهتلاقي في علامة الزائد اللي على الصورة بتاعته، تضغط عليها وتقول له مثلا متابعة. انا كده عملت متابعة للشخص ده. الثلاث نقط اللي على الجنب دول لو انا مثلا عايز اعمله بقى بلوك الكلام ده كله من هنا. جميل. هنا بقى لو انا عايز اعمل لايك زي الفيسبوك او زي تويتر. هنا لو انا عايز اكتب كومنت او تعليق. بعد كده الحته شويه المختلفه لو انت ما استخدمتش قبل كده تويتر او وشغلك كله على فيسبوك، هتلاقي حته مختلفه عندك شويه، الحته بتاعت الايه السهمين اللي فوق بعض دول، تضغط عليها تلاقي في حاجه اسمها اعاده نشر. لما تضغط على اعاده نشري فهيقوم مشير نفس البوست ده عندك على صفحتك انت. جميل. اقتباس هيقوم مشير نفس البوست برضو، بس هيسيب لك مكان فيه فوق كده، بص بالمنظر ده، لو انت عايز تكتب كلام فوق قبل ما تشير البوست ده. جميل. بس اخر حاجه هنا لو انت عايز تشيرها الستوري ليك انت، أو لو هتنزلها على الانستجرام هي او لو عايز تعمل لها كوبي. جميل كده، كوبي لللينك بتاعها وتشيره في مكان تاني. بعد كده عندك السيرش ده، لو انت عايز تسيرش مثلا على ناس اصلا عندك في الاكونت بتاع انستجرام عشان تعمل لهم فولو هنا، لو انت عايز ناس معينه، او لو اكونتات اصلا انت عايز تدور عليها، فانت هتخش هنا وتسيرش على الناس اللي انت عايزها ايا كان. جميل. اكونتات يعني. الزرار اللي في النص ده لو انت عايز تعمل تويت اصلا، فخلينا مثلا نجرب نعمل او ثريد بقى، ثريد تمام كتبناه، بعد كده نضغط على زرار نشر. جميل. فانت لما تيجي في الاكونت شخصي بعد ما تعمل بوست اهو، هتيجي هنا هتلاقيها نزلت لك هنا اول 3 اهو. جميل. بعد كده عندك اللايكس هنا اللي هي اخر حاجات حصلت لك، الناس اللي عملت لك فولو والناس اللي عملت لك منشن، اللي هو شويه زي اي تفاعل بيحصل على الاكونت بتاعك فبيظهر لك في المكان ده. بعد كده عندك الاكونت بتاعك بقى، التويتات او الثريدز اللي بتكتبها بتظهر هنا، اي ريبلايز هتظهر في المكان ده. لو انت عايز تخش على الاكونت الانستجرام بتاعك من هنا هتلاقي العلامه اللي فوق دي، نضغط عليها هيدخلك على الاكونت الانستجرام بتاعك من ثريدز. بمجرد دوس على الزرار ده، الاثنين زي ما انا قلت لك مربوطين ببعض جدا اصلا. في عندك الشرط اللي فوق دي هتدخلك بقى لو انت عايز تغير اللغه، لو انت عايز تغير حاجات في الاكونت بتاعك في البرايفسي، الكلام ده كله هتعملها من هنا. بس لاخر حاجه بقى لو انت عايز تعدل حاجات في البروفايل بتاعك، هتضغط على تعديل ملف الشخصي علشان تغير حاجات من هنا. دي الحاجات اللي انت اصلا عملت لها امبورت من الانستجرام. جميل. وبعد كده مشاركه الملف الشخصي ده لو انت عايز تعمله شير، تنزله على ايا كان المنصه اللي انت عايز تنزله عليها. بس كده يا سيدي، خلينا اجي لكم بقى كده في النص. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش لو عندك اي اسئله ممكن تنزل فيها تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم. حاجات مثلا ليها علاقه بالسيتنجز، حاجات معلومه انا نقصت مني، حتى لو حاجه انا ما قلتهاش وانتوا تقدروا تفيدوا بيها بقيه الناس، اكتبوا لهم تحت في الكومنتات. واكيد المعلومه دي هتبقى علم وينتفعوا بيها وهتاخدوا بيها ثواب لحد استفاد بيها. ما تنسوش صفحه الفيسبوك بتاعتي عشان لو عايزين تسالوني عليها او تعملوا لي لايك وفولو وتروقوا عليا الكلام ده، هتلاقوها تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.